هي وصلت من اتحاد غرب اسيا انه يحاول باي الطرق انه يكسر المنتخب اليمني. طب يا جدعان ما بلاها بطوله، نشوف المنتخب مين اللي انتوا عايزين تدوا البطوله وتقول له الكاس اهي اهلا وسهلا، بدل ما تجيبوا اللعيبه من دولها وتلموا المنتخبات وتلموا ومصاريف ومواصلات وطيارات ونيجي نلعب في الاردن على ايه كل دوت النهارده. وبعد المباراه طبعا المباراة الأولى اليمن فاز على سلطنة عمان 3-1. قال له الله هو المنتخب اليمني هيكسب كده كده البطولة؟ لا لازم نعمل حاجة. وطبعا بعد ما اشتكى الاتحاد العماني لاتحاد غرب آسيا قالوا لا ده اليمن عندها لعيبة كبار في السن، اليمن بتشارك بلعيبة كبار. وبالفعل تم عمل رنين مغناطيسي مرة تانية على لعيبة المنتخب اليمني فقط المنتخب الوحيد اللي اتعمل عليه الكشف المغناطيسي مرتين. كل الناس عملت قبل البطولة حتى المنتخب اليمني والسن والأعمار السنية كلها تمام ما فيهاش أي مشكلة، ده عادي ده طبيعي. ولكن إنه بعد شكوى وإنت نفسك عامل، هو انت عايز تخرج المنتخب اليمن ولا ايه مشكلتك؟ ما فيش مشكلة. بالفعل عمل الكشف المغناطيسي وقال ايه عندنا 2 لعيبه كبار في السن. طب ليه ما طلعتهمش في الاول؟ لو هم فعلا كده؟ ولكن لا لازم نضعف منتخب اليمن. وبالفعل المنتخب اليمني قابل المنتخب السعودي وخسر منه ب3 أهداف مقابل هدف. قالوا بس الحمد لله كده المنتخب اليمني هيخرج. ولكن ال3 أهداف اللي احرزها المنتخب اليمني في المباراه الاولى كانت كفيله ان تصعد بيه الى نصف النهائي رفقه المنتخب السعودي اللي تصدر المجموعه. اسكت الاتحاد غرب اسيا؟ لا لازم نعمل ايه؟ لازم نشوف ثغره. طبعا الاتحاد اليمني اشتكى وكالعاده علشان يضمن حقوقه، يضمن اللاعبين اللي انسحبوا، اللاعبين اللي تم اخراجهم من البطوله ظلم. قالوا لا اللعيبه دي سنها طبيعي، اللعيبه دي اتعمل عليها الرنين المغناطيسي في بدايه البطوله وبالفعل اثبت انهم السن القانوني للبطوله ولعبوا من المباراه الاولى ما كانش في اي مشاكل. كسبت اليمن، الدنيا انقلبت في الاردن، الدنيا انقلبت عند عمان. لا لازم نعمل كشف طبي. دلوقتي الاتحاد اليمني بيطالب الاتحاد غرب اسيا انا عايز اشارك باللاعبين بتوعي، حقي. يخش الاتحاد العماني يقول لك لا اليمن كسبتني بلاعيبه كبار في السن، انا عايز ال3 نقاط وانا اصعد بيهم انا كمان افضل تاني. يسكت الاتحاد الاردني قال لا انا معايا 3 نقاط وانا اولى ان انا اشارك. طب 3 نقاط ازاي؟ ده المنتخب اليمني صاعد في المركز الثاني بفارق الاهداف عن المنتخب الاردني. كل اتحاد بيشارك. المشكلة ان طلع بعض صحفيين يمنيين مش يعني متخصصين في الشأن اللوائح بيقول لك اليمن مش هيصعد باهدافه، اليمن مش هيصعد بافضل تاني، اليمن هيصعد بمزاج اللجنة المنظمة. يعني ايه اللجنة المنظمة؟ اللجنة المنظمة هتجيب وتختار منتخب الأردن أو سلطنة عمان أو اليمن وتقول المنتخب ده هو المنتخب اللي يستحق، قد يتم استبعاد منتخب اليمن من البطولة. ده على اساس ان احنا بنلعب بطوله وديه، على اساس ان احنا بنختار منتخبات افضل جماهيريه او انها افضل شعبيه علشان كده هنشارك بيها. دي مفروض بطوله رسميه، بطوله تبع اتحاد غرب اسيا، بطوله معتمده، يعني مش بطوله وديه علشان ان انا اختار بمزاجي استبعد مين وادخل مين. زي ما انا قلت لكم في البدايه لو هي هتيجي بالعنجهه، لو هي هتيجي بالمزاج، كان كل واحد يقعد في بيته واتحاد غرب اسيا يجيب المنتخب اللي هو شايف يعمل له مباراه تكريميه ويقول دوت حامل اللقب، دوت حامل البطوله. بما انك عايز تقصي بكل الطرق منتخب اليمن، هي باينه كده، باينه ان كله عايز يقصي المنتخب اليمني. يا جدعان منتخب اليمن ده منتخب محترم، منتخب اتلم في شهر وعامل الاداء ده وعامل النتيجه دي رغم الخساره النهارده. ولكن منتخب اليمن قدم له لعيبه، قدم له بطوله، قدم له العوامل اللي اتقدمت لكل المنتخبات دي والله يكتسح كل المنتخبات اقل نتيجه 3 و4 زي ما عمل مع منتخب العماني في المباراه الاولى. اتحاد غرب اسيا عايز ايه؟ باي حق منتخب يمني معاه 3 نقاط، معاه فرق اهداف عن المنتخب الاردني، هو رقميا وعمليا ورسميا في المركز الثاني. ولكن اتحاد غرب اسيا عايز يجامل بقى زي ما جامل المنتخب السعودي في الاول وقبل مباراته
ازال من افضل لاعبين المنتخب اليمني، دلوقتي بيشوف بقى حجه علشان يصعد بيها اما المنتخب الاردني او المنتخب العماني. شايفين ان دول احق ازاي، والمنتخب العماني معاه 3 نقاط، والمنتخب الاردني معاه 3 نقاط زيهم معاه المنتخب اليمني 3 نقاط، ولكن فارق الاهداف لصالح المنتخب اليمني. كل دوت الاتحاد غرب اسيا بيحاول يضرب بيه عرض الحائط، بيحاول يقول شكرا، بيحاول يستبعد بيه المنتخب اليمني، عايز يخرجه بره البطوله. كل ده علشان خاطر ان منتخب اليمن ملوش ظهر. انا بقولها لكم، منتخب اليمن لو معاه اتحاد كوره قوي، اتحاد كوره شديد، كان اتعمل له 100 اعتبار. ولكن تخيلوا اللعيبه ديت بتيجي وتلعب باسم منتخب اليمن مش محميه، اللعيبه دي بتيجي ومش معمول لها فتره اعداد، اللعيبه دي بتيجي ومش معمول لها مباراه وديه، اللعيبه دي بتيجي وما تعرفش تلعب مع قبل كده مع بعض، ولكن دي اول مباراه بتلعب معاها في البطوله وبتكسب عمان 3-1. علشان كده كل الناس متضايقه من منتخب اليمن، كل الناس شايفه خساره ان المنتخب عمان يخرج، منتخب الاردني يخرج، ومنتخب اليمني يصعد الى نصف نهائي غرب اسيا. مش بس كده، ده مرشح رقم 1 في احراز البطوله كالعاده يا ساده، زي ما فعلها النسخه الماضيه وفاز ببطوله غرب اسيا، وهو حامل هذه النسختين السابقتين. منتخب اليمن يقدر يستطيع ان شاء الله شكوى المنتخب اليمني لاتحاد غرب اسيا تنجح، ويتم اعاده اللاعبين اللي تم استبعادهم بالظلم. دلوقتي مش بعيده، خلاص منتخب السعوديه صعد، تعالى بقى نرجع منتخب ولاعيبه منتخب اليمن لفرقته علشان يصعدوا. حرام بقى، احنا شلناهم مباراه وخسروا، هنعمل ايه تاني؟ لا، يطلع لنا المنتخب الاردني ويطلع لنا المنتخب العماني يقول لك انا عايز حقي، انا لعبوا معايا وفازوا عليا 3-1 وانا باللعيبه ديت، انا اشمعنى انا كمان؟ طب دلوقتي تعالى اعمل بقى قوانين مغناطيسي على المنتخبات كلها، تعالى نطلع، ولا اشمعنى اليمن؟ تعالى عيد على اللاعبين اللي انت شفت ان هم دول كبار السن، تعالى طلعهم وتعالى عيد تاني. ولكن اتحاد غرب اسيا ونواياه السيئه اتجاه منتخب اليمن ظهرت للعلن وريحتها بانت. كل دوت لما تفتكروا ايام كاس العالم لما اليمن قابلت ايران، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ يا شباب دول كبار في السن، تعالوا شوفوا اعمارهم السنيه. لا احنا عملنا رنين مغناطيسي، ده دول لاعبين واكلين بس بروتين عالي علشان كده اجسامهم عاليه. طب تعالوا شوفوهم، تعالوا طلعوهم. لا 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 لا، اللعيبه دي تمام، لعيبه المنتخب الايراني تمام. نفس اللي حصل مع اليمن ما حصلش مع ايران. كنت تعمل كشف طبي، ولكن ازاي ايران اطلعها من البطوله؟ ازاي ايران اتخرجها وهي عندها لعيبه كبار في السن؟ لا 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 لا، احنا عملنا الكشف الطبي وعملنا الرنين المغناطيسي في اول مباراه والدنيا شغاله والدنيا مظبوطه. اما ان اعملها منتخبيا اعمله مره واثنين وثلاثه واحاول اطلع اللعيبه منه واحاول اقصيها خارج البطوله، اصل ده منتخب اليمن. بشكركم شكرا جزيلا. ان شاء الله ان شاء الله هيستمر المنتخب اليمني في البطوله غصب عن عين غرب اسيا. احترام الكامل للاردن مع احترام الكامل لعمان، كلهم شعبين اشقاء محترمين زي المنتخب اليمني، ولكن الافضل يصعد، الاقدر يصعد. مش تقول لي اللجنه المنظمه هي اللي هتختار مين، لا، على اساس ايه؟ هي دوره وديه، ده بطوله رسميه. بشكركم شكرا جزيلا. اوعوا تنسوا اللايك. الناس المحترمه اللي اول مره تشرفني فضلا اشترك في القناه، شير الفيديو ده على اوسع نطاق.